أكبر شكل من شكل الفقر هو نقص ثروة المعرفة والحكمة. والمعرفة والحكمة لها قيمة فقط إذا تم تطبيقها في الحياة بين الكون والحياة البشر في إطار نفع متبادل لك ولغيرك على مسرح الحياة. فالموت الحقيقي هو عندما تتوقف عن الحلم وأن تنسى أو تتناسى أهدافك العظيمة والكبيرة التي خلقت لها كرسالة، هو أن تموت وأنت ما زلت حيا ترزق. ليس بالضرورة أن تلفظ أنفاسك أو تغمض عينيك ويتوقف قلبك عن النبض ويتوقف جسدك عن الحركة كي يقال أنك فارقت الحياة. فبيننا الكثير من الموتى يتحركون ويأكلون ويشربون ويضحكون، لكنهم موتى يمارسون الحياة بلا حياة. فمفاهيم الموت لدى الناس تختلف. فهنا